يلا بينا نعمل طريقة الكبة السوري من غير هبرة لحمة ومن غير ماكينة، وهعملها معاكم بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا، مش هتاخد وقت، وطريقة تحضيرها وطريقة تخزينها الصح وهتفضل معاكي. والفيديو ده هيكون فيه حبة تريكات وحبة معلومات كده خطيرة جدا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول. نجيب معانا كوبايتين من البرغل متنقيين ومغسولين، نحط عليهم كوبايتين من المية السخنة ونركنهم شوية لحد ما المية تتشرب منه نهائيا خالص. وعقبال ما المية تتشرب منه نركنه على جنب ونحضر معانا اللحمة المفرومة، ربع كيلو لحمة مفرومة. والربع كيلو دوت هنعمل فيه تركاية هتزود الكمية وخطيرة جدا. هنجيب بصلاية مبشورة ومعلقة سمنة ونحط معانا البصلة، وبعد كده نحط اللحمة بتاعنا ونقلب ونحط البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، بابريكا، وقلب كل الكلام الجميل ده كله في بعضه على نار هادية. اللحمة بتاعتي معايا خدت اللون، انزل بيها بالمكون السحري ده: ربع كوباية مغسولة ومنقوعة من الفول الصويا. الطريقة ديت رهيبة جدا، بتضاعف معاكي الكمية، ينفع تعمليها للمكرونة البشاميل في رمضان. وبصي خطيرة جدا، طعم بيكون جميل قوي ومش بتبان خالص، وطعمها خطير بمعنى الكلمة. احطه واقلبه مع اللحمة لحد ما اللحمة تستوى معايا خالص. اللحمة استوت معايا نقفل عليها النار ونحضر بقى معانا الكبة بتاعتنا. البرغل اهوت المية اتشربت منه نهائيا خالص، كون محضرة معايا بقى، وده السر اللي هيخليها مقرمشة ومش هتفك معاكي خالص. بطاطساية مهروسة ومسلوقة احطها عليها، ومعايا البهارات بتاعتي: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل اسمر و7 بهارات. وامسك الكلام ده كله بقى اعجنه ببعضه لحد ما تبقى معايا ناعمة خالص، والبطاطس مش باينة ومفيش حاجة باينة خالص. اجيب بقى احضر معايا طبق معايا فيه مية، واخد بقى حبة من البرغل واشكلها بايديا زي ما انتم شايفين كده بصبعي، بعمل فيها تجويف من جوه كأنك كده بتقوري زي البتنجان كده، بتاخديها وبتوسعي الفتحة بتاعتك بيها اهو زي ما انتم شايفين. بعمل فيها تجويف واخد اللحمة بتاعتي واقفلها واعمل بقى الشكل بتاع الكبة اللي كلنا متعودين عليه. سهلة جدا، ما بتاخدش وقت، وطعمها بيكون خطير جدا. وديت لازم بتكون معانا في سفرة رمضان، مفيش سفرة بتتخلى عنها. اخدها بقى واعينها في الفريزر لحد ما تحس انها مسكت معايا شوية، وده سر التخزين بتاعها عشان ما تلزقش ببعض. اخدها بقى واخزنها معايا زي ما انتوا عايزين، في اكياس، في علب تلاجة، بس كل طبقة وطبقة نحط فيها عليها كي. انا بقى خدت وحدتين وحمرتها لكم عشان اوريكم قرمشتها وجمالها خطيرة والله يا جماعة، مقرمشة بطريقة رهيبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش في الكومنتات الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.